السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنحلل ماتش الزمالك وفيوتشر. ماتش لسه خلصان. ماتش كان صعب جدا جدا على الزمالك وعلى جماهير الزمالك العظيمة الوفية اللي مفيش منها اتنين في العالم كله. الزمالك لعب ماتش الصراحة كان ماتش اعصاب، ماتش جامد. الكابتن المدرب العظيم العبقري لغاية دلوقتي، يعني ربنا يستر على ما نشوفه ماتش الأهلي هيعمل ايه. لعب بطريقة لعب الصراحة أنا شايفها مش كانت متناسبة. لعب بطريقة 4-2-4، لو لعب نضاي باك شمال في وسط اتنين مساكين، محمد عبد الغني حمزة المسلوسي باك يمين، طبعا بدون واجبات هجومية ليه خالص الزناري. طبعا هو ولا هجوم ولا دفاع، فهو لعبه باك يمين واتنين خط وسط، اللي هو تحس ان هو وسط مكسور كده. شفت لما تلاقي واحد لا قدر الله وسطه، هو كان وسط الزمالك مكسور. يعني اتنين بيلعبوا في الزمالك، عمرو السيسي ورؤى. يعني الاتنين دول لو هما بقوا راحوا فيوتشر وبقى فيوتشر بيلعب ب13 لعيب احسن ما يكونوا موجودين في الزمالك. والله انا عن نفسي لو هما بيلعبوا في فيوتشر زياده، فبقى زياده هيبقوا 13 واحنا ناقصين 2 احسن ما يكونوا موجودين في الزمالك. خصوصا عمرو السيسي اللي كل كوره يسلمها، حتى الكوره الجون التاني، الكوره جونسان وقع على الارض والكرة خلاص وقعت وخبطت وخدها منه وهو واقع على الارض وباص وعمل الجون بفضل مهارة الفنان محمد عبد الغني اللي هو ضايع اصلا. يعني شوف احنا اتنين وسط والدفاع في عبد الغني والزناري، وكمان بيلعب بإبراهيم النضاي باك شمال، فانت عديت في الماتش والاربعة المهاجمين. نيمار اللي ما بيدخلش ابدا على جوه، ما بيدخلش ابدا يلعب على المرمى، مفيش. هو على طول لازم اللي يرفع عرضية لا يرجع الكرة لورا، مش عارف ليه لغاية دلوقتي هو مش عايز يصدق نفسه ان هو بقى بيلعب في الفريق الكبير في اول وبقى عنده خبرة. يعني ايشو اللاعب اللي نزل في الشوط، محمد احمد عبد الرحيم ايشو، لما نزل الشوط التاني لعيب عنده شخصية وبعدي من واحد واتنين وعايز يشوط يعني اللاعب عنده شخصية اللعب على المرمى. انما نيمار ما فيش، هو لازم لا يرفع عرضية لا بلاي. نيمار كان جناح ومع زيزو واتنين مهاجمين، ناصر منسي والجزيري. فانا عن نفسي الطريقة دي مش حبيتها، والطريقة دي لولا ان انت ربنا كرمك عشان خاطر الجمهور الغلبان الوفي بتاعك وقدرت تجيب الجونين في اخر 5 دقايق في الوقت الضايع، مش كنت هتعرف تتعادل في الشوط التاني. اللي انت نزلت قلبت الملعب خالص، 3 تغييرات بصراحة شابوه شابوه إلك. يعني انا كان نفسي بس مش كنت متوقع خالص ان انت هتطلع رؤى وعمرو السيسي خالص. عمري متوقع ان انت هتطلع الاتنين وتنزل في نص الملعب فتوح وعمر جابر. قلبوا الماتش، هو دول نص الملعب. اي نعم الاتنين ما بيلعبوش نص ملعب، وانا ليا مليون علامة ومليون خط على عمر جابر، بس عمر جابر حتى لعيب بيلعب. انما اللي كان التانية ديت مش يلها في الكرة ابدا، واقسم بالله ما يلها في الكرة يا جدعان. ايه الارزاق دي؟ ايه الارزاق دي؟ انتوا مش لاعبين كوره يا ابني، والله انتوا الاتنين، واحد مربي لي كده شو كده والتاني اصلا مش تعرف فيه ايه. انتوا داخلين نادي الزمالك غلط، انتوا داخلين غلط، اقسم بالله غلط. الكوره دي مش كاركو اصلا، الكوره دي مش كاركو. انتوا شوفوا حاجه تاني. ايه ده؟ كل كوره تاخدها ولا تبصها اللي جنبيك لا تبصها للاعيبه فيوتشر. مفيش يا ابني، انت بتلعب في نص ملعب نادي الزمالك، في ايه؟
يا خرابي الله يخرب بيت ام الزمن اللي حوجنا لكم. احنا كنا بنتفرج على طارق حامد وامام عاشور، نتخرج امام عاشور هيلعب، مش عايزينه يلعب عشان فرجاني ساسي. كان فرجاني ساسي وطارق حامد، ويجي بعديهم امام عاشور، وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي طفش امام عاشور. حسبي الله ونعم الوكيل. بلاش، خلينا مش تفتحونا والنبي، عشان احنا اصلا هنا وصلنا. خلينا سالكوا بس ايه 3 ماتشات دول، وربنا يكرمنا. وفي حكم كده طالع النهارده، يمكن ربنا يكرمنا كده ويحصل حاجة والبلية تلعب، ويجي واحد يشوف لنا شوية صفقات يرجع إمام عاشور. أصل هو لو الباشا ده فضل ده إنه ماسك في النادي مش هيرجع إمام عاشور، لأن إمام عاشور رجوعه مش في فايدة فإيه. خلينا بقى مع مين؟ رؤى وعمر السيسي؟ لا، دول هيجيبوا شلل للجماهير الزمالك، دول هيجيبوا الشلل، فبلاش. خلينا نكمل ال3 ماتشات. تقييم للماتش، يعني الماتش ما يعديش 6/10. ماتش أغلبه أخطاء حراس مرمى والمدافعين. ماتش يعني 6/10 يا دوب، وماتش عصبي. الفرق خصوصا فيوتشر كان عصبيين جدا، مش عارف ليه متوترين، بتوتروا في ماتشات الزمالك زيادة عن اللازم، مش عارف، يمكن عشان كل مرة تتقدموا 2-0 وتنغلبوا 3، مش عارف. عشان كنتوا لسه متعادلين الماتش اللي فات مع الأهلي براحتكوا كده، والماتش اللي قبليه كان مطرود منكوا 1 وتعادلتوا برضه مع الأهلي، بتيجي مع الزمالك بتنغلبوا بسهولة. ممكن. عموما احنا لينا ماتش مع الأهلي، وده اللي هيبين كل الحاجات اللعيبة استوعبت من المدرب، والمدرب هيجرى الماتش بتاع الأهلي، خصوصا كولر في الماتشات الكبيرة بيحاول ان هو يأمن دفاعه ويلعب على الهجمة المرتدة. حتى الماتش الدور الأول خلص 3-0 بعد ما البروفيسير فيريرا غير تغييرات غريبة وعجيبة، مش عارف ايه التغييرات، برضو طلع المسلوسي اللي كان جافل الملعب، وراح لقيتنا مرة واحدة مطلع المسلوسي ومنزل الزناري ايه يا عم اللي ما بيلعبش، راح خدوا ده، هاتوا الواد ده تعب شكله كده. حتى المسلوسي اللي ما بعترضش وما بسمعلوش صوت، الصراحة اخلاق ورجولة. انا ممكن اختلف على فنيات المسلوسي، اقولك 5/10 3/10، انما الرجولة واخلاق 10/10 الصراحة. وده اللي بيعجبني فيه، ان هو بيلعب بروحه، وكل ما عنده بيطلع في الماتش، حتى لو فنيا ضعيف شوية بس بعوضها برجولة. وده اللي ساند دفاع الزمالك سنة، ان هو بيلعب شوية. حتى المدرب قال لك محمد عبد الغني ما بيعرفش يلعب بالكورة، الزناري طبعا ما بيعرفش يلعب بالكرة، فراح جابوا الباك اليمين وحطه في وسط الاتنين، هو اللي بيلعب ليبرو شوية يعني. يلا يعني هنطلع بالكرة من مين؟ محمد عبد الغني والزناري، ويطلع الكرة لعمرو السيسي ورؤى. الله اكبر، ربنا يستر علينا في ماتش الاهلي، واحنا ناس غلابة ومش حمل الاهلي، فالناس ابطال افريقيا واحنا لسه. يلا، لأول مرة يشوفنا يا جماعة مش تنسى تشترك في القناة، ومش تنسونا بلايكاتكم الجميلة عشان نرفع الفيديو ده لأكبر عدد لايكات ممكن. وتنسونا في الكومنتات تقولوا ماتش الأهلي ممكن يخلص كام، هل الزمالك ممكن يكسب ولا ممكن نتعادل، أو لا قدر الله. هو إن شاء الله هنكسب، يعني مفيش حاجة غير هنكسب أو ممكن نتعادل. هو قدامك الاختيارين دول، أي اختيار تالت مفيش، هو لا نكسب لا نتعادل.